امرأة ترفض الخروج من تحت الإنقاذ قبل إعطائها الحجاب. رفضت امرأة تركية الخروج من تحت الإنقاذ في مدينة غازي عنتاب قبل ارتداء حجابها، وفي حين كانت فرق الإنقاذ تحاول انتشال الأم وأطفالها الثلاثة. طالبت المرأة بمدها بغطاء للرأس. وطالب فريق الإنقاذ زملائهم بتوفير غطاء للرأس بعد أن طلبته المرأة العالقة. وأخذت المرأة الوشاح من الرجل تزحف بعدها على ركبتيها ويديها بمساعدة رجال الإنقاذ الذين كانوا يحاولون التهدئة من روعتها طوال الوقت وتنفيذ رغبتها. وقال أحدهم محاولا التخفيف عنها: نحن جميعنا في مقام أبنائك. وبدت الصدمة على ملامح المرأة الشابة التي توقفت وهلت تحملق في وجوه رجال الإطفاء قبل أن تواصل طريقها من تحت الإنقاذ. وحمل رجال الإطفاء المرأة على رافعة طبية وسط تكبيرات وتصفيقات تعلو أصواتها مع إنقاذ كل عارق تحت أنقاض الزلزال المدمر.